اتفضلي يا استاذه. شكرا سيادة الرئيس. ليكي طلبات قبل المرافعه يا استاذه؟ بعد اذن سيادتك يا فندم، هو شاهد واحد بس. واحد بس؟ ايوه يا فندم، وموجود معانا هنا في القاعة، الرائد ايمن صقر، ضابط الواقعة ومحرر البلاغ. الرائد ايمن صقر موجود يا فندم. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اشهد بالحق. ازاي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. ايمن بيه، بعد اذن سعادتك، هو ده محضر الضبط اللي سيادتك حررت عنه الواقعة؟ مظبوط. طب ممكن استأذن من سيادتك ان حضرتك تقرا لنا السطور اللي متعلم عليها؟ المحضر كله عند هيئة المحكمة، مش محتاج قراية. يعني يا سيدي مش هيجرى حاجة، زيادة احتياط. يعني ممكن غلط إملائي، جملة مش مقصودة، بتحصل ساعات في زحمة الشغل. مش هيحصل حاجة يعني لو حضرتك قريتها. اتفضل. ماشي. وبعد التحقق من شخصية كل منهما، وأثناء حواري مع المتهم زياد جابر الكومي، تسلل إلينا رائحة غريبة من داخل السيارة، وهي رائحة اعتدنا عليها في التدريبات المعملية للعقاقير المخدرة. وعلى ذلك قمنا بتفتيش السيارة حتى عثرنا على كمية الأحراز المضبوطة من الحشيش الأفغاني داخل التابلو. عظيم يا فندم. في أي خطأ نحوي أو مطبعي في الصيغة دي؟ لا طبعا. وطبعا سيادتك ما كانش عندك إذن نيابة لضبط المتهم أو لتفتيش العربية. دي واقع التلبس يا أستاذة، مش محتاجة إذن قبض ولا تفتيش، وإلا أني واقعة فيهم بقى؟ وضع مخل في الطريق العام ولا حرز مخدر للتعاطي والإتجار؟ الاتنين طبعا. أنا أقدر أفهم الواقعة الأولانية، ولد وبنت في الطريق العام في وضع مش لطيف. لكن الواقعة التانية مخدرات، اسمح لي يعني أنا مش فاهماها. وإيه الغامض في الموضوع حضرتك؟ أنا قلت أنت قلت إنك شميت ريحة الحشيش قبل ما تفتش. مظبوط. كان في دخان حشيش؟ لا يا أستاذة، ريحة حشيش خام، ودي مش أول مرة أعملها، وأنا متدرب كويس قوي على تتبع الروائح المخدرة. عظيم جدا بصراحة، حضرتك أبهرتني. بس إحنا محتاجين ننبهر زيادة ونأكد ده. مش فاهم، نأكده إزاي؟ يعني بعد إذن سيادتك وبعد إذن سيادة المحكمة طبعا، لو ممكن حضرتك تاخد لنا لفة في القاعة كده وتقول لنا لو حد هنا معاه حشيش ولا لا. هدوء لو سمحتوا. بعد إذن سعادة الرئيس، السؤال اللي بتقوله الأستاذة ده سؤال استعراضي، الهدف منه إرباك الشاهد وتوريطه لإفساد الشهادة الأساسية في الواقعة. الاستعراض حصل يا سيادة الرئيس من الشاهد نفسه، وشرحه بمنتهى الغرور في المحضر وتحقيقات النيابة. ولو هو واثق من الشهادة بتاعته وعنده الدليل اللي أثبت عليه حالة التلبس وعمل منه ذريعة لتفتيش العربية، مش هيتوتر ولا هيرتبك. هيتفضل حضرته يستعرض قدراته ويورينا ازاي شم حرز حشيش مغلف ومقفول عليه في تابلوه العربية. الاعتراض مرفوض يا حازم بيه. اتفضل يا سيادة الرائد، نفذ طلب الأستاذة. اتفضل.
سيادتك انا واقفه جنبك من الصبح، لو كان معايا حشيش كان زمانك حضرتك شميته. لو سمحتوا، لقيت حاجه يا سياده الرائد؟ مفيش يا فندم. يعني حضرتك متاكد ان محدش هنا معاه حشيش؟ لا مفيش. جواب نهائي؟ لو سمحت يا استاذه بلاش استفزاز، انا متاكد من اجابتي. سيادتك هدي نفسك بالراحه كده بس. شكرا يا سياده الرئيس. اتفضل سعادتك. ايه ده يا استاذه؟ مستندات البراءه. براءه؟ مش ممكن، ده حشيش يا استاذه. يا نهار اسود. بعد إذن سعادة الرئيس، النيابة بتوجه اتهام مباشر لدفاع المتهم بحيازة نبات الحشيش علنا وفي حضرة المحكمة. ده مش حشيش يا ريس. ده حشيش طبعا يا استاذه، ريحته واضحه جدا. بالظبط كده حضرتك، ريحته واضحه جدا زي ريحه الحشيش بالظبط، بس مش حشيش. امال ايه يا استاذه؟ دي حنه يا فندم. حنه؟ حنه بلدي مخلوطه بمواد كيميائيه، ريحتها ريحه الحشيش بالظبط ويمكن اقوى شويه. وده سيادتك تقرير المعمل اللي عمل العينه، مرفق بيه اقرار من نفس المعمل بخلو العينه من اي مواد مخدره او مجرمه قانونا. ده صحيح. ماده كيميائيه بتستخدمها الاجهزه الامنيه لتدريب الكلاب البوليسيه في اكتشاف المخدرات. ماده كيميائيه ريحتها ريحه الحشيش وبنسبه اقوى منه 20% كمان، غير مغلفه، محطوطه في وسط ورق بينها وبين مناخير سياده الرائد نص متر، ومع ذلك ما شمهاش. مش ملفوفه في بلاستيك وموجوده في درج تابلوه العربيه. فين يا سيادة الرائد حاسة الشم العظيمة اللي أبهرتنا؟ فين الدليل اللي أسست عليه حالة التلبس؟ فين الحجة اللي دمرت بيها مستقبل شاب بريء لمجرد إن هو ابن رجل أعمال مكروه من الداخلية؟ اتفضلوا يا جماعة. أهلا وسهلا، اتفضلوا. مش معقول، مش معقول. ايه ده كله يا جابر بيه؟ ايه ده؟ حضرتك عايز تديني الفيلا دي اتعبي؟ أنا مش عايز حاجة يا أستاذة، أنا خلاص بعت وكتبت العقد ومستني على عمدتك. مش معقول، مش ممكن. مش ممكن على جمال الفيلا. تعالي لما أوريك. استني بس يا داليا. جابر بيه، هو انا عارفه طبعا ان القضيه كبيره ومكسبها سريع، بس مش لدرجه ان حضرتك تديني فيلا زي دي اتعابي. مش دي معقول. ما تساويش ربع تعبك يا أستاذة. أنت نسيتي عملتي إيه؟ أنت أنقذتي ابني وسمعتي وحياتي كلها. تسوى إيه فيلا زي دي قصاد عبقريتك وفضلك عليا؟